الكونسبت التالت بقى يا شباب بيتكلم عن one dimension with constant acceleration. هل الجزء ده مفيد؟ الجزء ده مفيد جدا، وعلى الأقل هتبقى عرفت kinematics equations وهتعلم كتير، يعني هتعلم كتير فيه. تمام. وبالذات إن ال constant acceleration بتحصل غالبا في في الايدل كيسز، ودي الكيس اللي احنا يعتبر بندرسها. يعني مثلا الفري فولينج، وليكن ده بتزول الجسم لفوق وبعدين بينزل تاني. هل هي في الواقع constant acceleration؟ لا. يعني لو تسمع عن الموضوع يقولك إن في حاجة اسمها air resistance، يعني مقاومة الهواء للجسم اللي بتبقى في عكس الحركة دايما، واللي بتخلي الجسم يقف عند سرعة معينة وما يزيدش عنها. تمام. مش عايزين نتعمق في الموضوع قوي، بس احنا بنجلكت الاير ريزيستنس ونعتبر ان هي حاجة صغيرة، ونعتمد ان هي constant acceleration اللي هي معتمدة على الجرافيتي بشكل عام. sometimes بنعتبر الفرامل بتاعت عربية constant acceleration، sometimes بنعتبر السرعة بتاعك انت نفسك constant acceleration. ف constant acceleration غالبا ما بتحصلش، وفي يعني مستحيل تحصل غالبا يعني. وبس احنا عشان ما نعقدش المشاكل، عشان ما نعقدش الايكويشن والانتجريشن وديريفاتيف و60 فاريبل في المعادلة، فبنضطر ان ايه، نعمل some approximations كده، بحيث ان احنا نطلع ناتج قريب من الايه، من المطلوب. جميل يا رجالة، حلو جدا. انا عايزك التلاتة ايكويشنز دول تعرفهم زي اسمك. حلو يا شبابنا، جميل جدا. هل يهمك جم منين؟ ما اظنش، بس خلينا اقول لك جم منين عادي. اول واحدة دي حاجة بسيطة جدا، عارفين الاكسلريشن دلتا في اوفر التايم. الدلتا في ممكن نقسمها لفي فاينل ماينس الفي انيشال اللي هو سماها في نوت. فاذا الفي فاينل اللي هو كاتبها فوق دي تساوي الفي نوت اضرب لي الاي في تي بلس الايه في التي. انت فهمت انا عملت ايه؟ ضربت الاي في التي وبعدين جمعت البي نوت اللي عملتها. حلو جدا يا رجاله، ادي اول قانون. تاني قانون جه منين؟ افهمك الموضوع. فهمته ما فهمتوش عادي، يعني مش هتفرق قوي. تمام يا شباب، حلو جدا. الموضوع بكل بساطه ان احنا بنحاول يا رجاله نجيب فيلوسيتي اقدر اعتبرها مساويه للتغير في الفيلوسيتي اللي حصل على التايم. فبنجيب حاجه اسمها الافريج فيلوسيتي. الافريج فيلوسيتي بتساوي ايه يا شبابنا؟ بتساوي ال V final بلس ال V initial على 2. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنكمل البارت 2 من شابتر 2. هنتكلم في الموشن دياجرامز، حاجات خدناها في البارت 1 بس خلينا نأكد عليهم حبتين تلاتة، بحيث ان احنا ايه، نبقى زي ما متعودين ندمر الشابتر الأهبل ده. تمام. الدياجرام يا رجالة هي رسمة بتوضح، سواء جراف، سواء عاوز اشرح بوينتس مثلا، سواء اي حاجه. وانا عايزك تفرق بين حاجتين، من فيكتور الفيلوسيتي وفيكتور الاكسلريشن. تمام، حلو جدا. يعني يا رجاله لو قلت لك ان الفيلوسيتي بصه مع الاكسلريشن في نفس الاتجاه، يعني لو الجسم بيأكسلريت او بيتسارع in the direction of motion، فاذا الجسم بيعمل ايه يا رجاله؟ سرعته بتزيد. طب انا لو ماشي كده بالفيلوسيتي، لو سرعته تزيد، يعني الطبيعي ان الاكسلريشن تبقى معايا كده. جميل يا رجالتنا، حلو يا رجاله. طب يا رجاله لو الاكسلريشن عكس الفيلوسيتي، يعني انا ماشي كده والاكسلريشن كده، فانا كده ببطأ. لو انا ماشي كده والاكسلريشن كده، فانا كده ببطأ برضه. تمام يا رجاله. وزي ما قلنا ال AV لو اكبر من الزيرو او لو بوزيتيف فاليو، فاحنا كده في تزايد في السرعه، لان هنا الاتنين بوزيتيف فبوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، هنا الاتنين نيجاتيف فنيجاتيف فنيجاتيف بوزيتيف، بينما هنا واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف فيديك نيجاتيف، فكده سرعته بتبطأ. الموضوع سهل وبسيط وكل حاجة، بس انت حبها وانت هتفهمها بكل سهولة. حلو يا رجالة. إيه... عايز اوضح نقطة. عايز اوضح مثلا ان الاكسلريشن فور اكزامبل، لو انا ماشي بالسرعة دي بعربية ماشي في الاتجاه ده، وماشي بسرعة مثلا 20، وبدأت ضربت فرامل، فالفرامل دي عملت لي فورس لورا، خلتني تعمل اكسلريشن بسرعة او اكسلريشن بقيمة مثلا 5.
جميل يا رجاله، حلو أوي. فانا بعد ثانيه هلاقي العربيه بقت سرعتها كام؟ 15. بعد كمان ثانيه لسه الفيلوسيتي فيكتور في نفس الاتجاه على فكره، بس الاكسلريشن فيكتور هيفضل في العكس. تمام يا رجاله. بقت بعد كمان ثانيه بقت 10. بعد 4 ثواني يا رجاله لاحظ ان الفيكتور بتاع الفيلوسيتي بقى بزيرو، and still في اكسلريشن فيكتور ورا 5. فايه اللي هيحصل؟ العربيه تبدا تتشينج دايركشن وتمشي في الاتجاه ده. جميل يا رجاله. فهتبدا بقى الفيلوسيتي تبقى في اتجاه الاكسلريشن، فبعد ثانيه بعد ما تقف تلاقي ان الفيلوسيتي بقت 5، تلاقي بدات تزيد بقى يا رجاله لورا، تلاقيها بقت 10، تلاقيها ب 15. وخد بالك ان انا بتكلم كل ده على في الكيس لو الاكسلريشن بتاعتك فضلت ثابته. تمام. يعني لو الاكسلريشن بتاعتك وقفت بعد فرامل خلاص العربيه هتقف، بينما الاكسلريشن بتاعتك فضلت 5 لورا، فاذا العربيه تشينج الدايركشن وتبدا تزود السرعه في الاتجاه المعاكس. حلو يا رجاله. جميل. خلينا نفهم الفيلوسيتي والاكسلريشن اكتر بشويه رسومات. حلو قوي. بص يا رجاله، خلينا نركز في اول صوره ونسيبنا من الباقي. لو جينا نقيس المسافه دي هنلاقيها قد المسافه دي، هنلاقيها قد المسافه دي، هنلاقيها قد المسافه دي. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان فرضا ان العربيه كانت هنا في الثانيه الاولى، العربيه كانت هنا في الثانيه الثانيه، العربيه كانت هنا في الثانيه الثالثه، العربيه كانت هنا في الثانيه الرابعه، العربيه كانت هنا في الثانيه الخامسه. اذا العربيه بتقطع مسافات متساويه خلال فترات ازمنه متساويه. بمعنى يعني من فتره 1 و2 انا قطعت المسافه دي، نفس المسافه قطعتها من 2 ل3. طب ركز معايا، من الفتره 1 ل3 انا قطعت المسافه دي كلها، نفس المسافة دي هتلاقيني قطعتها في السنتين اللي بعدهم من 3 ل5. طب ده يوحي لي بإيه؟ ده يوحي لي إن العربية بتتماشى أو بتتمشى أو بتمشي بكام يا رجالة؟ بكونستنت فيلوسيتي. كونستنت فيلوسيتي يا رجالة. يعني إيه كونستنت فيلوسيتي؟ يعني نو اكسلريشن أو الأكسلريشن بزيرو. طب عايزك زي الشاطر كده، زي الشاطر زي الأمور، تقول لي الجراف بتاعها كان عامل ازاي يا رجاله؟ معلش الكونستنت فيلوسيتي وضح لي الاكس، وضح لي الواي، وضح لي الاكس مع التي والفي مع التي والاكسلريشن مع التي. يلا كراستك كده وريني. احنا قلنا الكلام ده السيشن اللي فات وحكم بلاش ضياع. تمام، الموضوع بسيط جدا. اذا الكونستنت فيلوسيتي ليها 3 جرافات، اكس وفي. فكك بس من العوجه دي. هنا الفي، وهنا الاكس، وهنا الاكسلريشن، وهنا التي، وهنا التي، وهنا التي. يا رجاله تمام، هبدأ أنا وإن شاء الله تكونوا عملتوها. الإكس في الكونستنت فيلوسيتي بالمنظر ده، لاين كده linear function. إنما الفي، إذا الفي قلنا إن هي قيمة كونستنت وليكن اللي هي بسي، فإذا القيمة كونستنت اللي بسي قدامك أهي يا باشا. طب الأكسلريشن بكام يا شباب؟ ده بزيرو، صح كده؟ لأنك كده كده ماشي بكونستنت إيه؟ فيلوسيتي، ماشي بكونستنت إيه؟ فيلوسيتي. دي كده أول بورت، دي كده أول رسمة. حلو يا رجالة. تاني جزء، لو انا الفيلوسيتي والاكسلريشن ماشيين في نفس الاتجاه زي ما احنا شايفين، العربية هتتسارع، العربية هتعمل حاجة اسمها اكسلريت. تمام، انا هكتبها اي سي وخلاص انت فاهم. تمام يا رجالة. يعني كده دخلنا فيكتور اكسلريشن، وهنا هنلاقي ان الديستانس مش بتزيد بقى لينير يا رجالة. يعني لو جينا ناخد الديستانس هنا، ركز معايا كده، خلينا ناخدها واحدة واحدة مع بعض. هنلاقي مثلا هنا عربية قطعت بوينت 1 عند الثانية 1، قطعت مثلا متر عند الثانية 1. عند الثانية 2 هنلاقيها قطعت مثلا 2 متر. عند الثانية 3 هنلاقيها قطعت مثلا 5 متر. عند الثانية 4 هنلاقيها قطعت مثلا 10 متر. فهتلاقي الفانكشن عملت معاك كده، بعيدا عن العشوائيات اللي بتترسم دي، بس هي الفانكشن هتبقى عاملة معاك كده للإكس والتي، مش حاجة لينير. جميل يا رجالة، جميل. لو أنا هو مديك اصلا ان هي بتمشي بكونستنت اكسلريشن، الاكسلريشن اللي تحت ثابته. يعني ايه كونستنت اكسلريشن؟ انا عايزك تفهم حاجات كده. يعني كونستنت فاليو او كونستنت فانكشن، يعني لما نيجي نرسم الاكسلريشن مع التايم هتلاقيها فانكشن كونستنت عامله كده. جميل. بمعنى لما نيجي ناخد لها الانتجريشن ونطلع الفيلوسيتي بقى يا رجاله، يبقى الفي بتزيد ازاي؟ بتزيد linearly with acceleration، بتزيد linearly with acceleration. طب قول لي ليه بسرعه. قول لي ليه. من القانون انا قلت لك ان الايه بتساوي في اوفر تي، يعني ال A بتتناسب مع ال V، صح يا رجالة؟ مع الدلتا V يا رجالة. تمام، صح يا شباب؟ بس كده. ده اللي عايزك تفهمه، إن دول كده برضو الجرافس بتاعت
الحته اللي تحت دي. جميل. حلو. لسه قايل لك ان لما الاتنين بقى يكونوا في الاوبزيت دايركشن زي الكيس التالتة دي، كده مشينا في طريق تاني. مشينا في طريق ان العربية بتعمل حاجة اسمها ايه يا رجالة؟ يلا نقطة. دي اكسلريت. بتعمل ايه؟ بتعمل دي اكسلريت، يعني بتتباطأ. دي اكسلريت. تمام. دي اكسلريشن، يعني الاكسلريشن في عكس اتجاه الفلوس، زي ما انا عملت لك من فوق من شويه، قلت لك ان العربيه ماشيه كده وانت بدات تقلل في السرعه، فهتمشي، هتيجي فتره وتلاقيها تمشي بالعكس، صح؟ جميل جدا. فانا هلاقي هلاقي ثواني. انا اسف يا رجاله. دي اكسلريت بسرعه اسمها ايه، باكسلريشن كونستانت. فانا هنبدا بالفيلوسيتي كده، اقول لك حاجه حلوه. الفي ويز تايم. دي اكسلريت ويز فيلوسيتي، يعني احنا بادئين بفيلوسيتي عاليه، تعمل دي اكسلريشن، يعني تمشي وبعدين بدأت تقل. وبعدين لو عاوز تكمل هتمشي في الفيلوسيتي بالنيجاتيف. طب يلا يلا، ما لنا وصلنا الحته دي، تعال نوضح حته كده جميله. يعني ايه؟ يعني ايه يا رجاله؟ لسه موضح لك على فكره الكلام ده حالا، لو انت ركزت من 5 دقايق هتفهمه عادي. هنا تايم وهنا فيلوسيتي. انا قلت لك ان العربيه ماشيه باكسلريشن نيجاتيف، يعني بالاكسلريشن بتبطأ. يعني كنت ماشي بسرعه 10، بدأت تنزل نزل عند تايم وليكن 2، بقت في زيرو، وبعدين الفيلوسيتي لقيناها بقت نيجاتيف. يعني البارت ده هتلاقي هنا الفاليوز بالنيجاتيف، وهنا هتلاقي النيجاتيف الفاليوز بالبوزيتيف. بمعنى ان الجزء هنا في النيجاتيف. ده معناه ايه يا رجاله؟ يعني كل ما في الامر ان العربيه تشينجد دايركشن. يعني العربيه تشينجد دايركشن. جميل يا رجاله. الفيلوسيتي كانت كده في البوزيتيف فيكتور، بعدين الفيلوسيتي بقت كده في النيجاتيف دايركشن. جميل يا رجاله. حلو قوي حلو قوي. ده بعد فتره معينه. طب الاكسلريشن. لاحظ المكتوب، انا عايزك تلاحظ المكتوب. انت في الاول حددت لي ان الاتجاه ده هو البوزيتيف، صح؟ يعني الاتجاه ده هو النيجاتيف. قال لك ايه؟ قال لك كونستانت اكسلريشن، يعني كونستانت نيجاتيف اكسلريشن بالنيجاتيف سي. يعني الفاليو نيجاتيف، الفاليو بالنيجاتيف، الاكسلريشن في عكس اتجاه الفيلوسيتي. تمام يا رجاله. هنا الايه وهنا التي. حلو يا رجاله. جميل. جميل يا عم. إيه... عايز اسالك على حاجه كمان. الاكس. تمام. احنا هنرسم الاكس لحد البوينت دي، تمام. الاكس والتي، ايه اللي حصل؟ ركز كده. البتاع بدأت بسلوب عالي وبدأت تبطأ، صح كده؟ لاحظ الفرق بين الاتنين. عاوز اعلمك كده تركايه تاخدها ليك للزمن، حلو قوي. ركز. انت تشوف قدامك جراف اكس وتايم، اكس او بوزيشن وتايم، تعمل حاجه بايدك زي الشاطر كده، تحط تعمل ايدك مفروده كده، تمام. خد حاجه ليك، ان اسمه ايه ده، ال سوري مش شايف الماوس، بس كده شفت خلاص. ال السلوب كل ما قرب للفيرتيكال كل ما كان اكبر، وكل ما قرب للهوريزونتال كل ما كان قرب للزيرو. يعني السلوب ده اقل من السلوب ده، والسلوب ده اعلى منهم الاتنين، والسلوب ده اعلى منهم كلهم. جميل يا رجاله. حلو قوي. دي حاجه انا عايزك تفهمها، تمام يا رجاله؟ بالراحه. احنا قلنا السلوب في الاكس تايم جراف بيعبر عن ايه يا رجاله؟ السلوب في الاكس تايم جراف بيعبر عن، يلا اهي مين اللي هيجيبها؟ الدي اكس باي دي تي، اللي هي السلوب يا رجاله. الدلتا اكس على الدلتا تي بتعبر عن الفلوسيتي، صح كده؟ حلو قوي. طب انا دلوقتي عايزك تعمل لي ايدك كده اهو، تفردها حلو وتمشيها مع الجراف. هنا السلوب كان عامل كده، بقى عامل كده، بقى عامل كده، بقى عامل كده. يعني بيعمل ايه؟ بيقرب للزيرو. يعني بيعمل ايه؟ بيقرب للزيرو. يعني كان كبير وبقى قليل. يعني ايه السلوب هنا كان كبير؟ يعني الفلوسيتي هنا كانت اعلى من هنا، وبعدين كانت اعلى من هنا، بعدين الفلوسيتي بقت زيرو. يعني البتاع بيعمل حاجه اسمها دي اكسلريت، يعني دي الكيس التالتة. طب حط ايدك كده برضه مظبوط وحطها هنا. السلوب كان كام؟ كان زيرو. بص بيعمل ايه؟ بص بيقرب للايه؟ بيقرب للفيرتيكال، بيقرب للعمودي، بيقرب للايه؟ للفيرتيكال اهو، لحد ما بقى فيرتيكال اصلا. فكده الاكسلريشن بوزيتيف، يعني السرعه بتاعه العربيه بتزيد. يعني دي كده الكيس التاني. وضح ال- افهم الفرق وافهم كل حاجه.
عاوزك تفهم الفرق وتفهم كل حاجه. هقول لك حاجه تانية، لو الجراف بتاعك مش مهم تفهمها دي، مش مهم تفهمها دي، تمام؟ لو يا رجاله الجراف بتاعك باصص لتحت بالمنظر ده كده، فانت عندك السكند ديريفاتيف. السكند ديريفاتيف ايه هي السكند ديريفاتيف؟ يعني لما ناخد البي الفي ونعمل لها كمان دي في باي دي تي، تمام، تطلع لك الاكسلريشن. فلو البتاع بص لتحت زي المنظر ده فالاكسلريشن بنيجاتيف. طب لو البتاع بص لفوق فالاكسلريشن ببوزيتيف. وده برضه فعلا اللي حصل، الاكسلريشن هنا بوزيتيف. الاكسلريشن was the direction of velocity، ان هنا الاكسلريشن in the negative direction of the velocity. صح ولا مش صح؟ صح، يعني انا ما قلتش كلمه متعارضه مع اي حاجه، كل الكلام عاقل يعني، تمام. انا نفخنا كده الحته دي، نفخناها يعني، اللي هيطلع منها مش فاهم يعني، مش عارف، اللي مش فاهم اي حاجه يكتب في الكومنتات بحيث ان احنا ايه، نبدا نفهم ايه هي الحاجه الحتت اللي واقعه، تمام. كلام بص على المنظر ده، عايزك تفكر معايا كده. انا قلت لك هنحسب الفيلوسيتي، هتعمل ايدك ازاي يا رجاله شبابنا، شبابنا الجميل والعسل؟ هعمل ايدي بطريقه حلوه كده، هعمل ايدي هعملها فلات كده، ايدي فلات، جميل، تمام جد. هنا وهنا، ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ انت بتنزل ايدك لتحت، تبدا ايدك عامله كده، وبعدين تعمل كده، وبعدين تعمل كده، صح؟ يعني انت بتعمل ايه؟ يعني انت بتقرب للزيرو. هنا الفيلوسيتي كانت عاليه وبعدين قلت. يعني يا رجاله لو افترضنا هنلاقي الفيلوسيتي كانت عاليه وبعدين قلت، صح؟ قلت، وصلت لكام؟ لزيرو. اول ما تلاقي البتاع بقى هوريزونتال فانت كده وصلت للزيرو. حلو، جميل جدا. السلوب، السلوب ركز معايا، لو عمل زاوية حادة مع الهوريزونتال فانت في البوزيتيف، لو عمل زاوية منفرجة مع الهوريزونتال فانت في النيجاتيف. يعني لو ايدك عملت زاوية منفرجة مع الهوريزونتال فانت فين يا اسطى؟ في النيجاتيف. هنا الزاوية مع الهوريزونتال كام؟ حادة، فانت في البوزيتيف عادي. كمل كده، كمل، هتلاقي الخط بقى عندك عامل ازاي، عامل كده. فانت عملت زاوية ايه؟ عملت زاوية يا حبيبي، عملت زاوية منفرجة. عملت زاوية ايه؟ منفرجة. صح ولا مش صح؟ انا عايزك تفكر كده، عايزك تعقل، تمام. انت هنا لما جيت تحط ايدك عملت زاويه ايه مع الهوريزونتال؟ الهوريزونتال بتاعك اهو، عملت زاويه ايه؟ زاويه منفرجه، صح؟ فانت اذا اللي عايز افهمه لك ان برضو الفيلوسيتي بتاعتك نزلت فين؟ نزلت للنيجاتيف، نزلت للنيجاتيف. ماشي. ومن النيجاتيف طلع التاني للزيرو، خد بالك لان هنا زيرو، هنا هوريزونتال لاين اهو، لو المماس بتاعه هوريزونتال لاين طلع التاني للزيرو. وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ انا عايز اعلمها لك بطريقه حلوه. خلاص، دي كده الحته اللي احنا عملناها بالايه، بال ثواني. دي كده الحته اللي احنا عملناها بالاصفر، جميل. ودي الحته اللي احنا عملناها بالاحمر. اخر حته مثلا هنعملها بالازرق، هتشوف بقى الفيلوسيتي ايه اللي حصل لها. هتلاقي الفيلوسيتي بقت عامله كده، وبعدين بقت عامله كده، بقت عامله كده. يعني ايه اللي بيحصل يا رجاله؟ يعني بتقرب للفيرتيكال، بتقرب للفيرتيكال، بمعنى ان الفيلوسيتي بتزيد في اي اتجاه يا رجاله؟ زاوية حادة مع الهوريزونتال معناها في الاتجاه البوزيتيف، فاحنا خلاص هنعمل كده. وبعدين تبدأ ترجع تقل تاني. جميل يا شبابنا، حلو اهو. دي كده اللي قدامي ده اللي انا عملت، ايه اللي انا عملته ده؟ ايه اللي انا عملته ده يا رجالة؟ انا بتعامل كالك، بتعامل بذكاء. هنا كانت اكس وتي، انا حولتها لك في وتي. يا اسطى يا اسطى ركز معايا، افهمها بالعقل، افهمها بالمنطق، تمام. هنا السلوب، الميل بتاع الخط عالي قوي، وبدأ يعمل ايه؟ بدأ يقل عالي وبعدين بدأ يقل عالي وبعدين بدأ يقل. يعني الفيلوسيتي بتقل، يعني كان الفيلوسيتي بدأت بطريقة عالية، خلاص بدأت تقل، وقفت شوية، تمام. الفيلوسيتي وقفت شوية اهي عند الزيرو، فضل واقف عند نقطة معينة شوية، وبعدين الفيلوسيتي رجع لورا حبة، رجع لورا حبة، تمام. انت هو واقف اهو، تمام. قدامك عربية، عملت العربية مشيت، وكانت عند بويت قالت لا انا هقف هنا. وهي راجع حبة نسي ان هو ما جابش كيس العصير بتاعه، تمام. اهو الحبة رجعهم اهو، اهو رجع المسافة اكس، فانت الديستانس بتاعته وليكن المسافة دي 10 سنتي وهنا 10 سنتي، هو رجع شوية، رجع لحد 9 سنتي تاني، وبعدين بقى قرر يمشي تاني فمشي تاني. جميل يا اسطى، حلو، ده اللي حصل بالظبط، ده اللي انت شايفه هنا كده، تمام. حلو جدا. ادي الفيوز تايم. احنا لو دخلنا في اللي بعده هنزعل. ليه؟ لانه في السؤال اصلا طالع بيقول لك وضح لي الجراف
اللي فيه فيزيكال حاجه كده، انت مش شايف انها معقوله. فكر فيها، فكر فيها، ايه الجراف اللي التلاته دول اللي فيه حاجه انت شايف انها مش معقوله؟ بص يا اسطى، بص، الجراف بتاع الاكس والتايم بيقيس البعد بتاع الاوبجكت منك عن تايم معين. انت وقفت هنا وفتحت لي كلوك وقلت انا هقيس العربيه دي على بعد قد ايه مني دلوقتي، تمام؟ وليكن هي عند البدايه كانت عند بعد 3 سم، فهي هنا ب 3 سم، بعدين اتحرك بقى عند بعد مثلا 10 سم، فهي هنا 10 سم، بعدين رجع تاني بقى على بعد 9 سم، فهي هنا 9 سم. تمام يا رجاله، ده اللي حصل. عاوزك تركز معايا، عايزك تركز معايا بقى. ازاي هل العقل المنطقي يقبل ان في اوبجكت معين يبقى في نفس التايم موجود في حتتين؟ انت فاهمني؟ يعني انت واقف هناك اهو، جميل، وبتقيس مسافة عربية عندك، العربية عمتك، تمام؟ العربية انت بتقيسها، بتقيس الديستانس بتاعتها. هل من المنطق، هل من العقل بيقول ان انا كواحد اهو واقف قست العربية مكانها هنا وهنا في نفس الوقت؟ اللي هو ازاي بقى كده يعني بقى؟ فاهمني؟ ده اللي حصل هنا، ان هو بيقول لي مثلا العربية واقفة عند اكس ب5 والعربية واقفة عند اكس ب10 في نفس الوقت. هل ده يا رجالة منطقي؟ هل ده انت حاجة انت شايفها معقولة؟ لا، صح. بس كده، فهو دي فعلا الجداف اللي هو يقول لك physically incorrect، يعني حاجة او logically، حاجة العقل ما يصدقهاش، حاجة كفاية هبل يعني. ماشي الرجالة المعلمين، عاوزكم توقفوا الفيديو وتحولوا لي الجراف التالت من الاكس للفي سريعا كده، يلا يلا بسرعة. انا هخش انا في الموضوع، تمام؟ الفي، الجراف قدامه، الجراف قدامه، تمام؟ الفي والتي، يلا. ايه يا رجالة اللي بيحصل في الاسلوب؟ ها 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 ها، انت شايف ان الاسلوب بيحصل له حاجة؟ انا شايف لا الصراحة، انا شايف لا، انا شايف، او مش شايف لا قوي الصراحه. بص الاسلوب كان بوزيتيف 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 وبعدين بيقرب للزيرو، صح؟ يعني يعني الفلوسيتي كان بوزيتيف عندك وبعدين نزلت للزيرو، صح يا رجاله ولا لا؟ يعني ايه انت لو عملت ايدك هتلاقي ايدك بتعمل كده، ها 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 ها، صح؟ يعني كان عالي عالي قل، قلش خالص بقى بزيرو، صح؟ صح، حلو جدا. طب بص، ها، بتعرف في اي اتجاه يا رجاله؟ بتعرف في اي اتجاه؟ ده كده في اي اتجاه يا رجاله؟ عايزكم تفهموني كده في النيجاتيف، صح؟ انا ما نزلتش الجراف لتحت فانتوا فهمتوا يعني. وبعدين رجع هنا، طلع تاني، عالي تاني عند البوينت دي، بدأ يرجع تاني للاتجاه البوزيتيف بتاعه وبعدين وصل عند الزيرو. تمام يا رجاله، حلو جدا. عايز ارجع لك لنقطه، عايز ارجع لك على نقطه، تمام؟ ايه هي؟ انا لسه قلت لك من شويه لو الجراف باصص لتحت فالسكند ديريفاتيف بتاع الاكس اللي هي الاكسلريشن ببوزيتيف، بنيجاتيف قصدي، ولو الجراف باصص لفوق فهي بايه؟ بوزيتيف. حلو، لا ريجاردلس الفاليو بتاعتها، تمام؟ انا يا باشا عايزك توضح لي الاكسلريشن في الحته دي كانت عامله ازاي والاكسلريشن في الحته دي كانت عامله ازاي. الجراف هنا باصص لتحت فالاكسلريشن بكام يا رجاله؟ نيجاتيف فاليو. فاذا السرعه كانت بتقل، وده اللي احنا عملناه على فكره. احنا كنا راسمين الجراف ده ازاي؟ كنا راسمينه ازاي؟ ففكرني كده، كنا راسمينه كده وبعدين نزل كده وبعدين طلع كده. اهو عند البوينت دي الاكسلريشن بقت بوزيتيف، ده اللي حصل فعلا، ده اللي حصل فعلا لان السرعه بدات تزيد قدامك اهي، زادت، تمام؟ آه، الجراف ده قلنا ده مش فانكشن اصلا، مفيش يا رجاله فانكشن، مفيش فانكشن. خدها حاجه في دماغك، بتحط لك اتنين فاليوز للواي لقيمة اوف اكس، ما ينفعش. يعني دي كده حاجة بس، مش حاجة فكك من الفيزيكالي واللوجيك والكلام ده. مفيش فانكشن تعمل لها فيرتيكال لاين تيست وتطلع لك اتنين فاليوز. يعني ايه فيرتيكال لاين تيست؟ يعني حط خط فيرتيكال، عدد بكام نقطة؟ بنقطة واحدة. عدد بكام نقطة؟ نقطة واحدة. بص، عدد بكام نقطة؟ اتنين. يعني دي كده مش فانكشن، دي كده مش فانكشن. انا ما ينفعش انلايز جراف زي ده اصلا، جراف زي ده تعبان، تمام؟ فهمني كده الاكسلريشن هنا اللي بيحصل لها بسرعه. لو جينا نقسم هنقسم من اي حته، هنقسم يا رجاله من عند التشينج بالظبط كده، من في الدايركشن، من عند التشينج في الايه، في الكونكيفيتي. يعني هنا، يعني هنا كده، هنا باص لفوق وهنا باص لتحت. هنا الاكسلريشن يقول لك ان هي نيجاتيف، وهنا يا رجاله الاكسلريشن يقول لك ان هي بوزيتيف. بس كده، الموضوع سهل وبسيط وكل حاجه يا رجاله، وايه، جميل يعني. خلينا بقى ناخد سؤال كده لطيف شويه، عايزك تشغل دماغك معايا. قال لك ان عندك diagram وعندك multi flash images of an airbag moving at right horizontal surface. The images sketched are separated by equal time interval. تمام.
and the first and last image show the bug at rest. بص يا شباب، بص النقطة دي والنقطة دي ما بينهم ثانية، والنقطة دي والنقطة دي ما بينهم ثانية، النقطة دي والنقطة دي ما بينهم ثانية. اللي أنت فاهمه من هنا إن العربية كانت بتتحرك بسرعة بطيئة جدا، وبدأت تزود 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 تزود، وبعدين اللي حصل خد بالك بدأت تقلل تاني، تقلل 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 تقلل. صح يا رجالة؟ مش ده اللي حصل؟ صح، بس السرعة بتتناسب طرديا مع المسافة وعكسيا مع التايم، طرديا مع المسافة وعكسيا مع التايم. يعني كل ما السرعة قلت كل ما المسافة ما بين النقط هتقل. وهنا اكشلي فعلا المسافة ما بين النقط قليلة، فإذا الفيلوسيتي بتاعتي قليلة، بس المسافة زادت، فإذا الفيلوسيتي بتاعتي زادت، المسافة زادت أكتر من المسافة بتاعتي، المسافة فضلت ثابتة في السرعة عندي، فضلت ثابتة شوية، فضلت ثابتة في السرعة عندي، فضلت ثابتة شوية، فضلت ثابتة في السرعة عندي، فضلت ثابتة شوية، بعدين قلت تاني في السرعة عندي بتقل. فإذا بيقول لك بقى which color في الجراف B، في الجراف B اللي هو تاني واحد، which color shows the position as a function of time. أي واحد من دول بيقول لي البوزيشن as a function of time. يلا يا رجالة وروني كده، فكر فيه. البوزيشن as a function of time عامل ازاي؟ عامل ازاي؟ أنا قلت لك إن الفيلوسيتي هنا قليلة والفيلوسيتي هنا قليلة، يعني احنا هناخد الديريفاتيف او السلوب قليل في الاول وفي الاخر، وبعدين الفيلوسيتي ثبتت هنا، وهناخد لينير فانكشن في النص. ها فهمتني ولا لسه؟ ايه ايه؟ يلا تعالى نانلايز البرتقاني. لو انلايز البرتقاني هنلاقي ان السلوب هنا عامل كده، يعني الفيلوسيتي كانت بالمنظر ده، بعدين الفيلوسيتي بتقرب للزيرو، يعني الفيلوسيتي قلت. هل الفيلوسيتي قلت يا رجاله؟ لا، احنا قلنا الفيلوسيتي زادت. تمام، يبقى اول واحده غلط. تعالى نانلايز الاخضر بسرعه. الاخضر بيرقص ما شاء الله. انا عايز افهمك حاجه، هل الحته دي كده هوريزونتال لاين في الاكس يقول لي ان العربيه وقفت؟ تمام، يقول لي ان دي كده there is no motion في الاكس والتايم. انما لو بتكلم في في والتايم، دي كده معناها ان في موشن بس الكونستانت فيلوسيتي. تمام، الاكس والتايم يعني خلاص العربيه واقفه مكانها، واقفه عند مثلا نقطه 20 سم من بعدك وخلاص هي فضلت واقفه. هل يا رجاله حصل هنا اي وقوف؟ هل انت شايفها واقفه؟ هل انت شايف كذا نقطه فوق بعضها؟ لا. يبقى خلاص، يبقى احنا بالنسبه لي الجراف ده غلط والجراف ده غلط. هو الجراف الازرق. طب ليه الازرق؟ تعالى كده ننقله في حته لوحده. ليه الازرق؟ هل الازرق فعلا بيمثل لي الاكس والتي؟ اه بيمثل لي الاكس والتي. هفهمك ليه. لان الازرق عندي بدا بسلوب قليل قريب من الزيرو، بعدين ايه اللي حصل؟ طلع بالاسلوب شويه، طلع بالاسلوب شويه، صح. بعدين ايه اللي حصل؟ نزل تاني بالاسلوب شويه. فاهمني؟ طب ايه يعني؟ ما انا اسف على الرسمه يعني، بس هي الرسمه هنا واضحه اكتر. تمام، هنا الاسلوب كان عامل ازاي يا رجاله؟ كان كده. بعدين اللي حصل بقى طلع شويه، طلع شويه، طلع شويه، قرب من الفيرتيكال حبه، يعني الفيلوسيتي زادت 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 زادت. بعدين اللي حصل اهو بدأ يقل تاني، قرب من الهوريزونتال اكتر. صح يا رجاله؟ صح. انت شايف حاجه كده؟ فاذا ده اللي حصل فعلا. طب يا رجاله، بيقول لك اي واحده من اللي تحت توضح لي الفيلوسيتي من الجراف سي، توضح الفيلوسيتي تايم جراف. حلو، يلا بسرعه. يلا مين الجدع اللي هيلقطها؟ عايز افهمك حاجه الجراف اللي ينزل الفلوس اللي تنزل في النيجاتيف دي كده تتحرك، بيقول لك اللي هو اتحرك لورا. هل البتاع ده اتحرك لورا؟ لا. فانت كده خلي عندك خفه في الدماغ، وايه، قول لي وش كده اول ما تشوف الاخضر ده تقول لي الكلام ده مش صح. صح ولا مش صح؟ انا غلط؟ لا. تمام. الفيلوسيتي احنا لما رسمناها في الجنب من 5 دقايق ما تنرفزنيش. ايه اللي حصل؟ عرفنا ان هي زادت، وبعدين وقفت شويه، وبعدين ثبتت شويه، وبعدين قلت. جميل، جميل جدا. ايه اللي حصل هنا بقى يا رجاله؟ اه الفيلوسيتي بتزيد، بعدين زدت شويه، بعدين قلت. صح ولا مش صح؟ يعني انا غلطت في حاجه؟ غلطت فيك يا عم؟ لا يا عم. هنا ايه اللي بيحصل؟ انا بقول لك ان الفيلوسيتي بتاكسلريت، فضل ياكسلريت، فضل يزيد. هنا فضل يزيد اهو. اهو بص اللاين بيقرب للفيرتيكال خالص ازاي، وبعدين بقى هي قل خالص لحد ما وقف. ده حصل؟ هل ده حصل؟ هل انت شايف النقط عامله كده؟ النقط عامله كده؟ قول لي. اللي هو الفرق ده اكبر من الفرق ده، اكبر من الفرق ده. فاهمني؟ انت شايف ان النقط يعتبر المسافه منهم فضلت بقت ثابته شويه في النص، يعني اذا الفيلوسيتي ثبتت في النص فعلا، البتاع بيقطع مسافات متساويه في فترات ازمنه متساويه. صح ولا انا كلامي بقى، ولا انا بتخرف، ولا انت بتخرف، ولا ايه بالظبط؟ تمام. خليك بقى ايه زي الشاطر، عندك خفه في الحوار، قطعا على الاسئله
بايه؟ باريحيه. انا عايزك زي الانسان الجميل، زي الانسان الجميل، تقول لي ايه اللي حصل في الاكسلريشن. ايه اللي حصل في الاكسلريشن عند البوينت دي كونستانت فيلوسيتي. كونستانت فيلوسيتي يا رجاله، الاكسلريشن بتاعت الكونستانت فيلوسيتي كام يا رجاله؟ زيرو. فانت خلاص اخترت قبل ما تفكر. تمام. طب انا عايز يا عم احريك وافهم يعني. تمام. خلاص افهم يعني. هنا الفيلوسيتي يعتبر السلوب، الاكسلريشن من السلوب بتاعت الفيلوسيتي، فاحنا لو خدنا السلوب هنا هنلاقي كونستانت طول اللاين ده. تمام. كونستانت طول اللاين، بمعنى ان اذا الاكسلريشن كونستانت، صح؟ فاذا الاكسلريشن كونستانت وبوزيتيف. بينما هنا السلوب كونستانت بس نيجاتيف، عامل زاويه منفرجه مع الايه؟ مع الهوريزونتال، عامل زاويه ده، عامل زاويه حاده، فاذا الاكسلريشن بوزيتيف. عامل زاويه منفرجه، فاذا الاكسلريشن نيجاتيف، فنزل النيجاتيف سبحان الله. فاذا الجراف الصح هو الاكتر. تمام كده. تمام جميل قوي. كده خلصنا اول جزء اللي عرفنا، وان شاء الله تكونوا فهمتوا الجرافات كويس. اللي مش فاهمها بقى يعني محتاجين فيديو تاني عرفوني. تمام. عايز الباشا، عايز يقول لك how much time محتاج التايم has elapsed في الفترة دي. العربية خدت تايم قد ايه؟ أنا دلوقتي معايا ال V initial بزيرو، معايا ال V final، معايا ال acceleration. خلاص يا باشا، أول معادلة خدناها خالص إن ال VF، ال V final لسه مطلعها حالا، 17.46 تساوي ال V initial اللي هي بزيرو، بلس ال A في ال T 5 في ال T اللي احنا محتاجينه. يبقى هنقسم على 5 في الطرفين، هتلاقي إن ال T بتساوي حوالي ثواني، 17.46 على 5، هنلاقي إن التي بتساوي حوالي 3.49، 3.5 أعتقد. تمام يا رجالة، حلو جدا. عايز ال average velocity in two ways، in two different ways. لو تتذكر معايا احنا خدنا قانونين فعلا لل average velocity، تتذكر كذا يا شطور؟ ايه هما؟ خدنا ال v average بتساوي، أول حاجة خدنا ال total distance من السيشن اللي فات على ال total time، وخدنا الموضوع التاني كان يلا يا رجالة ال V final لسه واخدينه النهاردة بلس ال V initial over 2 at constant acceleration، وهي فعلا constant acceleration ف it's good يعني. تمام يا شباب. ال total distance هو مديهالي ب 30.5، هو مديهالي كام يا شبابنا؟ 30.5 متر. على التوتال تايم أنا لسه مطلعه حالا كان 3.49، 30.5 على التوتال تايم 3.492، تطلع لي حوالي ثانية واحدة. 30.5 على التايم تطلع لي حوالي 8.734. جميل. طب الحتة التانية ال V final minus ال V initial over 2، ال V initial عندي بزيرو، فإذا it is V final over 2، 17.46 over 2 حوالي ثواني برضو 8.73. الحمد لله ربنا وفقنا في السؤال وطلع صح. تمام كده يا شباب. أظن يعني موضوع بسيط، بس امشي واحدة واحدة وشغل دماغك كده. تمام. السؤال اللي بعده، لا فكر كده وعايزك تحل السؤال ده. تمام. هقرا لك السؤال. كار travel with constant speed 24 متر بير سكند. 24 فكك من الرسم، متر بير سكند. A trooper حاجة موتوسيكل كده hidden behind the billboard in the figure missing 1 second after the speeding car passes through billboard. The trooper sets off in chase with a constant acceleration of كذا. فافهمني. بيقول لك لما العربية عدت عليها ثانية من إن هي تعدي المنطقة اللي الموتوسيكل واقف فيها، عدت يعني العربية عدى ثانية، مشيت ثانية بعد المنطقة اللي الموتوسيكل واقف فيها، وبعدين الموتوسيكل بدأ يتحرك. يعني الموتوسيكل بدأ يتحرك بعد ثانية من العربية. تمام. How long does it take to overtake the speeding car? How long does it take to overtake the speeding car? افهم معايا. عايز المدة اللي الموتوسيكل هيلحق فيها العربية. ركز كده بقى وحب الفيزياء كده عشان ايه الدنيا تمشي. انت تعرف ازاي ان الموتوسيكل لحق العربية؟ امتى؟ لما يقطعوا نفس المسافة الديستنس بتاعة التروبر
تساوي الديستانس بتاعت الكار. صح يا شباب؟ جميل جدا. انا قلت لك العربيه اتحركت ثانيه وبعدها الموتوسيكل فكر يتحرك. تمام. يعني ايه العربيه اتحركت ثانيه with constant acceleration with constant speed of 24؟ اتحركت ثانيه يعني الديستانس بتاعت العربيه اصلا الانيشال بتساوي كام يا شباب؟ يعني من المنطقه دي العربيه اتحركت ثانيه بقت في المنطقه دي، الحته دي كده بكام؟ الحته دي بتساوي الفي في التي في التايم، يعني في واحد اللي هي الثانيه تساوي 24. يعني احنا جبنا الحته دي ب 24. خلاص صح كده، احنا معانا كونستانت في المعادله. فانا عاوز اجيب الديستانس اللي الكره اتحركتها as a function of time as a function of time. ركز ركز ركز. فهي اول حاجه هنجيب ابدا بال 24 زائد ال 24 ال v في التي. رجاله انا عايزكم تفهموا انا عملت ايه. تمام. عايزك تفهم كده بروح انا عملت ايه. الديستانس بتاعت الكور من البوينت دي، انا واقف هنا عايز اطلع قانون للديستانس بتاعت الكور من البوينت دي. فانا هقول ان هطلع، ممكن اسهلها عليكم، هسهلها عليك خالص واطلع ال 24 او الثانيه اللي العربيه مشيتها دي. فخلاص انا قلت لك ان هي بادئه من عند النقطه دي اللي هي 24، وبعدين بقى كل ثانيه هتزود 24. ليه؟ لانها ماشيه بكل ثانيه فلوس. فاذا اول ثانيه تبقى مثلا 24 زائد 24، تاني ثانيه 24 زائد 2 في 24، تالت ثانيه 24 زائد. تمام. طب بينما الموتوسيكل احنا خدنا حالا ان دلتا اكس بتساوي في اي تي بلس هاف اي تي سكوير. صح يا شباب؟ صح. في اي تي بلس ايه؟ هاف اي تي سكوير. فاذا الديستانس بتاعت الموتوسيكل ناخد الفي اي اللي هي بتاعته بزيرو ونديك الاكسلريشن. هو قال لك هنا 1 سكند ذا تروبر سيتس اوف. يعني ايه سيتس اوف؟ يعني بدأ يطار. يعني هو كده كده بادئ بانيشال فيلوسيتي بزيرو، لان الفي اي تي كلها بزيرو. يعني بقت الديستانس بتساوي هاف اي تي سكوير على طول. هاف في الايه 3 في التي سكوير. احنا قلنا عشان الاتنين يبقى يلحقوا بعض، او عشان الموتوسيكل يلحق العربية لازم يقطعوا نفس الديستانس. فاحنا هنساوي الديستانس الأولى بالديستانس التانية، ومن هنا ما عادش عندنا غير one variable نقدر نجيب منه يا شباب تايم على طول. 24 تي تساوي هاف في التلاتة في التي سكوير. تطلع التي ثواني 24 زائد 24 اكس تساوي هاف في تلاتة في أربعة في اكس سكوير. تمام. نشوف الاكس تطلع كام. تطلع لك التي بحوالي 16.944. جميل أوي يا شباب، جميل أوي يا شباب. فأنا دلوقتي بدل ما أقول إن أنا مثلا عندي جسم سرعته في الأول كانت كذا في أول ثانية في قطع مسافة كذا، في سرعته في ثانية تانية كذا في قطع مسافة كذا، سرعته في تالت ثانية كانت كذا في قطع مسافة كذا، هقدر أقول إن البي أفريج دي نقدر يعني المسافة. أوضحها لك بطريقة حلوة أوي. عربية ماشية بأكسلريشن A كونستنت في تايم تي معين. حلو. أقدر أساوي المسافة دي بنفس المسافة اللي العربية تانية هتقطعها بكونستنت فيلوسيتي اسمها الأفريج فيلوسيتي، اللي هي المجموع بتاع ال V initial بلس ال V final على اتنين. هنلاقي في نفس التايم العربية التانية دي قطعت نفس المسافة with constant velocity، بس دي with constant acceleration. جميلة يا رجالة. فاحنا جبنا حاجة اسمها ال V average عشان نجيب الإكس او الدلتا اكس. احسن الدلتا اكس بتساوي الاكسلريشن الفيلوسيتي في التايم. فاذا الفي افريج اللي انا قلت لك اللي احنا هنوازيها بال بالعربيه اللي ليها كونستانت اكسلريشن. عاوزك تلاحظ معايا كلمه كونستانت اكسلريشن، يعني الاكسلريشن فيها تي او بتفاري مع التايم، فانت كده القوانين دي كلها بطلة. انت فاهمني؟ حلو قوي. إيه الفي افريج جبناها. عايزك زي الشاطر كده تعوض لي عن الفي فاينل بالفي فاينل دي. فهتطلع لي ايه؟ طلع لي في نوت بلس اي تي بلس في نوت كلها اوفر اتنين، كل دي في التايم. كل عدد تعمله اجمع الاتنين دول على بعض، اتنين في نوت على اتنين، فهتطلع لك في نوت في التايم بلس هاف
في الايه في التي سكوير. صح يا شباب؟ حلو جدا. دي كده زي اللي طلعت، ودي بقى كده هتطلع بكل سهولة لما تعوض الاتنين دول في بعض. تمام يا حبيبي؟ حلو جدا، حلو جدا. الموضوع يعني بسيط وسهل يعني، ولا فيه أي حاجة. فهمت هي جت منين، فهمت ما فهمتش عادي يعني، مش دي الايه المشكلة. تمام. بس كل اللي عايزك منه انك تحفظ القوانين دي بالذات زي اسمك، لأنها مهمة. وخد بالك إن هي مش بتطبق غير في الكونستنت اكسلريشن، مش بتطبق غير في الكونستنت اكسلريشن. بص بقى المسائل الهبلة دي، يقولك إن عندك عربية start from rest accelerates at constant rate with 5 متر per second square. طلع كده المعطيات بتاعتك زي الشاطر، وخليك إنسان مهندم ومنظم. إيه بتساوي 5 متر per second square. يقول لك يا باشا find the velocity after it has traveled 1 hour، يعني 1 في 10 سنين، يعني 100 feet. 100 feet. الديستانس أو الإكس أو الدلتا إكس أحسن، بتساوي 100 feet. بص يا شباب، أنا عايز معادلة تحتوي على ال A وال X وال V، التلات متغيرات دول بس. الوحيدة اللي هتلاقيها فيها ال X without the time هتلاقيها إيه يا رجالة؟ دي الوحيدة اللي هتلاقيها فيها ال X ما فيهاش التايم. جميل. فأنت كده كده وش زي الشاطر هترجع دي للمعادلة التالتة، اللي هي بتقول لك الإيه؟ بتقول لك إن في اف سكوير تساوي في اي سكوير بلس 2 a دلتا اكس. عايز افهمك حاجة، طالما اليونتس بتاعتك مش زي بعضها فانت زي الشاطر مش هتقدر تشتغل. فانا لازم احول حاجة في الاتنين. وانا في الغالب وانا بتعامل مع سلوي بنطلع المعظم اس اي يونتس. فيا شبابنا العزيز، محتاجين نعرف الفيت عامل ازاي. فاحنا لسه واخدين طريقة التحويل 100 فيت، فاحنا هنضرب في المتر على الفيت. معلومة ليك إن الواحد متر فيه 3.28 فيت. خلاص يا شباب، المسألة خلصت. فإذا أنت عندك الديستانس بقت 100 على 3.28. هل خلصنا؟ جزئيا خلاص جبنا الإكس اللي دي كده بدل بالمتر، ومعنا الفيلوسيتي ومعنا الأكسلريشن ومعنا الفي أي اللي هو ستارت فروم ريست. خد بالك أنا كل ما أكتب لك لما أعمل لك ريست دي تعتبر الفي نوت إيكوال تو زيرو، فأنت الجزء ده اتشال. فإذا الفي اف سكوير إيكوال، أو الفي اف على طول بقى هتساوي الروت، هناخد روت للطرفين 2 في الإيه في الدلتا إكس 100 over 3.28. هل هتطلع؟ أكيد هتطلع يعني. ثواني. طلعت كام يا شباب؟ طلعت حوالي 17.46. الفيلوسيتي تقاس بالمتر بير سكند. بس كده حلو جدا. ادي اول بارت. تاني بارت عايز ايه الباشا؟ عايز حاجات بسيطة جدا. تشيل بس اللي احنا عملنا ده ونسيب اخر رقم عشان هيهمنا اظن. يكمل ويقول لك انا عايز how fast الفيلوسيتي بتاعة التروبر في at that time، يعني بعد الرقم ده من الساين. عايز الفيلوسيتي بتاعة الموتوسيكل. خدنا ال V final بنجيبها بطريقتين. لو معاك الديستانس بتجيبها بطريقة ال VF سكوير ايكوال في سكوير بلس 2 دلتا اكس. لو معاك التايم بتجيبها بالطريقة التانية اللي هي ال VF ايكوال VI بلس A في التي. ال VI عندنا بزيرو، فإذا ال V final تساوي الأكسلريشن في التايم يا شباب. كان الأكسلريشن لسه جايبينها 3، ما هو مديها لنا في التايم اللي احنا لسه جايبينه 16.944، تطلع بحوالي 50.8 حاجة كده. تمام، 50.83.
تمام يا شبابنا، حلو جدا. اخر كونسبت يا رجاله في الشابتر ده بيتكلم عن حاجه كده اسمها الفري فولينج. انا لسه مكلمك عنها هنت بسيطه الجزء اللي فات، الكونسبت اللي فات. قلت لك ان هو بترمي حاجه وتنزل تاني. جميل يا رجاله، حلو جدا. كان زمان ايام يعني لما كان العلم معتمد على الفلسفه اكتر، ايام اليونانيين، كانوا يقولوا لك ايه؟ يقولوا لك ان الحديد اتقل من القطن. فانت لو جبت من ده نفس الكتله بتاعت دي، اللي ده حديد، هينزل اسرع من القطن. تمام. وده للاسف المنطقي. يعني انا لو سالتك دلوقتي الحديد، لو انت رميت حديد وقطن من بلكونتك، ايه اللي هينزل اسرع؟ هتقول الحديد. ده يعني ده العلم. يعني ده كده، ده المنطقي. ده اللي انت شايفه بعينك. جميل. بس هل هم كانوا عارفين ان في حاجه اسمها resistance؟ هل هم كانوا عارفين ان في حاجه اسمها gravity؟ هل هم كانوا عارفين الكلام ده؟ لا، هم معتمدين على تحليل بصري. صح ولا مش صح؟ جميل. بس بقى يا رجاله، اما جه الفتره اللي هم عرفوا يتستوا الكلام ده without resistance، يعني عرفوا يلغوا الريزيستنس، عرفوا يلغوا الهواء خالص. عملوا غالبا التجربة دي كانت على القمر. الأوبجكتين نزلوا مع بعض في نفس الثانية في نفس الوقت. جميل يا رجالة. وده كان أثبت نظرية إن التسارع أو الأكسلريشن بتاعت الأرض ثابتة لكل الأجسام. جميل، حلو جدا يا شباب، حلو. فاحنا دلوقتي هناخد حاجة اسمها الفري فولينج. أنا مش هتك على الفري فولينج أكتر ما هتك عليك إنك تفهم حاجة اسمها ريفرنس فريم. تمام يا شباب، تمام، حلو أوي. هنفترض إن دي الأرض وأنت واقف أهو. جميل يا شباب، حلو جدا. معاك كورة. الكورة دي أنت هترميها لفوق 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 لحد ما توصل لبوينت معينة، وهتقف وبعدين تنزل تاني تنزل تاني. جميل. عايزك تفهم معايا حاجة. أنا أول ما بشوف سيستم زي ده هشوف اتجاهاته. هل السيستم ده يمين وشمال، ولا السيستم ده فوق وتحت؟ ومن الواضح إن السيستم ده فوق وتحت. صح يا شبابنا؟ جميل جدا. فأنت زي الشاطر، زي الشاطر كده، لا تمشي زي ما العقل والمنطق بيقول وتقول لي البوزيتيف لفوق والنيجاتيف لتحت. لا، عادي تمشي زي ما عقلك انت ومنطقك بيقول وتحط لي البوزيتيف لتحت والنيجاتيف لفوق. بس في كل الأحوال يبقى الريفرنس فريم بتاعك ثابت. بس أنا همشي زي ما العقل والمنطق بيقول الصراحة، وهحط البوزيتيف لفوق والنيجاتيف لتحت. جميل يا شبابنا، جميل. أنا هسأل سؤال. الجرافيتي بتاعة الأرض دايما بتبص لفين؟ بص لتحت. دايما الجرافيتي is toward the center of the earth، متجهة لمنتصف الكرة الأرضية. بمعنى أنا خلاص ده هينزل لتحت، خلاص ده كده الأكسلريشن لتحت، خلاص حتى وهو طالع الأكسلريشن لتحت، الأكسلريشن لتحت. جميل، حلو جدا يا شباب، دي حاجة جميلة جدا. بينما الفيلوسيتي بتاعة الكورة وهو طالع بص لفوق. صح يا شبابنا؟ صح. الفيلوسيتي بتاعة الكورة وهو نازل بص لتحت. صح يا رجالة؟ جميل. حاجة تانية احنا عارفينها، احنا عارفين الاكسلريشن بتاع الأرض بكام؟ 9.8. acceleration equal 9.8، اللي هي الجرافيتي واللي بتقال عليها جي في معظم الوقت. جميل يا فندم. أنا دلوقتي حددت الفريم بتاعي وقلت لك إن اللي طالع فوق كله بوزيتيف واللي نازل لتحت كله نيجاتيف. فإذا لما تيجي أتعامل مع الأكسلريشن دي تعمل ليها نيجاتيف، لما أتعامل مع الأكسلريشن دي تعمل ليها نيجاتيف، الفي دي تعمل ليها نيجاتيف، الفي دي هتعمل ليها بوزيتيف. طب تمام، تمام. أنا هسألك سؤال تاني. لو أنا قلت لك مثلا احسب لي الفي فاينل، الفي فاينل تمام بعد زمن معين من الماتشات، تمام يا رجالة؟ فإذا الفي فاينل سكوير ايكوال في اي سكوير بلس 2 اي دلتا اكس. اللي عايز اقوله لك ان بما انك اعتبرت ان الاكسلريشن بصل تحت وهي في الاتجاه النيجاتيف، يبقى ايه انت مستني ايه؟ مستني العلامه دي تبقى نيجاتيف، مستني منك العلامه دي تبقى نيجاتيف. صح يا شباب؟ بس مش مستنيها انا بلس 2 في 9.8 من 10 في اكس، لا انا مستنيها بلس 2 في نيجاتيف 9.8 من 10. صح يا رجاله؟ شغل دماغك.
لازم في اي سيستم قدامك تبدا تحدد اتجاهاتك، تقول ده البوزيتيف، تقول ده البوزيتيف، تقول مثلا انت لو عايز تخلي ده البوزيتيف خليه، بس على الاقل اللي عكسه يبقى النيجاتيف. صح يا شباب؟ صح. بس كده. ده في الاساس اللي انا كنت عايز اقوله لك من حته الفري فول. وده لو مش صدقني اتعدلت فيه هيعدل معاك حاجات كتير قوي في الفورسز والكلام ده. جميل. وانت اعمل اللي انت شايفه، اعمل اللي انت شايفه في الأول وفي الاخر. آه... عايز اقول لك حاجه مش هتفيدك جدا، بس حاجه كده عجباني يعني، الا وهي الاير ريزيستنس. الريزيستنس بتاعت الاير في الاول وفي الاخر هي فورس بتعمل حاجه اسمها اكسلريشن تتناسب مع الفيلوسيتي بتاعت الاوبجكت. حلو يا شباب. دايما الاير ريزيستنس في عكس اتجاه الحركه. انا قلت لك حوالي 4 نقط انت عارفهم فصصهم في دماغك، وامشي معايا واحده واحده هنفهم الموضوع ده اكتر في الاسئله. تمام. بس احنا في العموم لما بنيجي نحل فري فولنج ونيجي نحل اي حاجه تبع الاكسلريشن من الاخر، في الغالب بنعتبرها كونستانت، فبنجلكت الاير ريزيستنس، بنجلكت الفريكشن، بنجلكت اي حاجه ماشي. فاهمني؟ ركز معايا. دلوقتي يقول لك بلاير عادي، تنس بلاير توس ذا بول. زق الكوره ستريت اب while the ball is in free fall thus its acceleration. لما البول وهي طالعة وهي نازلة، ايه اللي بيحصل للاكسلريشن بتاعتها؟ هل الاكسلريشن بتزيد؟ هل الاكسلريشن بتقل؟ هل بتزيد وبعدين تقل؟ هل بتقل وبعدين تزيد؟ ولا هل بتفضل ثابتة؟ بص يا شباب، بص، احنا هنتكلم في الموضوع ده في حالتين. انا هقول لك حاجتين، تمام؟ احنا مش علينا غير الحالة الأولى. هنتكلم عن الايديال كيس، ودي الحالة اللي بيقول لك مفيش فيها ريزيستنس، وهتكلم عن النون ايديال كيس، ودي الحالة اللي بتحصل في العالم العادي. تمام. الايديال كيس يا شباب، احنا لسه قلنا الاكسلريشن بتاعة الارض ثابتة 9.8، وده اللي هو مستني منك، اللي هو بيلخبطك ويقول لك ان ايه اللي بيحصل الاكسلريشن. اللي بيحصل الاكسلريشن اللي هي ريموت كونستانت عادي، الموضوع ولا محتاج سحر ولا محتاج شعوذة. فاهم دي؟ وانت ما ريت ما تقعش في حتة زي دي. اللي عايز افهمه لك ان ده اللي مش بيحصل فعلا واحنا بننزل كورة على الارض. اللي بيحصل فعلا ان انت اهو زي الشطور كده زقلت الكورة. تمام. ادي الكورة بتاعتي اهي طالعة لفوق وبعدين نازلة لتحت. اللي عايز افهمه لك ان الاكسلريشن فيكتور بتاع الجرافيتي دايما لتحت. صح يا شباب؟ سواء هي طالعة سواء هي نازلة. بس هل الاير ريزيستنس دايما لتحت؟ لا. انا فهمتك ان الاير ريزيستنس عكس اتجاه الحركة. هنا طالعة لفوق فنلاقي الاير ريزيستنس عكس اتجاه الحركة، يعني هو لتحت، اللي هو فيه الاكسلريشن اللي نجم الاير ريزيستنس لتحت. في فيكتور تاني هنا مثلا للاير ريزيستنس لتحت، فالسمشن بتاع الاتنين فيكتور هيبقوا ازيد من السمشن بتاع الجرافيتي. صح؟ يعني هنا بقت الاكسلريشن بتساوي الاكسلريشن اوف جرافيتي زي الاكسلريشن اوف اير ريزيستنس، فالاكسلريشن هنا بتزيد، الاكسلريشن هنا بتزيد. طب هنا هنلاقي الاير ريزيستنس لفوق عكس اتجاه الحركة، الاير ريزيستنس لفوق عكس اتجاه الارض، فاذا هنا الاكسلريشن بتقل. ففي النون ايديال كيسز هيبقى اختيارنا يا شباب، يلا، يبقى اختيارنا سي. صح كده؟ بس كده. ده اللي عايزك تفهمه بس مش اكتر. بس احنا في العادي لما بنيجي نحل هنحل على الجزء اللي هنحل على ايه؟ ثواني. هنحل على الاختيار ده هو الصح بالنسبة لي. جميل. المرة دي مقالكش اكسلريشن، قالك نفس الكورة بس السبيد بتاعتها اللي بيحصل. الرجالة بذكاء كده، بذكاء يعني. أول ما عرفنا إن الفيلوسيتي عكس الأكسلريشن وهي طالعة، فإذا ما إن الفيلوسيتي عكس الأكسلريشن اللي بيحصل لسه واخدين الفيلوسيتي بتقل، صح؟ لحد ما توصل عند الزيرو وبعدين تغير الدايركشن، نلاقي إن الفيلوسيتي بقت مع الأكسلريشن، فإذا الفيلوسيتي بتزيد. فإيه اللي بيحصل؟ الفيلوسيتي بتديكريس and then decrease and then increase. صح كده؟ جميل. عايز أفهمك حاجة، إن الفيلوسيتي عند أي vertical line أو أي horizontal line is the same. يعني الفيلوسيتي هنا زي الفيلوسيتي هنا، والفيلوسيتي هنا زي الفيلوسيتي هنا، والفيلوسيتي اللي هيوصل بيها هنا زي الفيلوسيتي اللي هيوصل بيها هنا، او بس مش متأكد من الاتنين دول، بس اللي انا متأكد منه ان الفيلوسيتي الفاينل قد الفيلوسيتي الفاينل. تمام يا شباب؟ تمام. الحتة دي برضو مهمة جدا وهتفيدنا لما نيجي نفهم اكتر البروجكتايل موشن والموشن في الاكس والواي والتو دايركشن والكلام ده. تمام. وكده يعني الحمد لله الشابتر التاني كمان خلص. يعني انتظروا تدمير بقية سيرواي ده.
يعني مش هنشيل همه خالص، هنخلص كل حاجة فيه. تمام، يلا أشوفكم.